كنت من شوية مخلصة رواية ربع جرام، وبعد ما خلصتها في جملة كانت دايما 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 معلقة معايا واتكررت في كذا صفحة، وهي فكرة كان دعاء موجود في الرواية. كان بيقول: اللهم ارزقنا القوة لتغيير ما نستطيع تغييره، وارزقنا الشجاعة لتقبل ما لا نستطيع تغييره، وارزقنا الحكمة للتفريق فيما بينهما. بصراحة من أجمل الأدعية الإنسان شافها، وهو فكرة ان هو فعلا فعلا بتلاقي في عندك حاجات عيوب معينة انت عاوز تغيرها، وانت تقدر تغيرها، بس تحس ان انت خايف، او ان انت مش عارف تاخد الريسك، او ان انت مش عارف تغيرها ازاي، او ان انت ما عندكش قوة كفاية ان انت تغير العيوب دي. تلاقي مع نفسك طول الوقت في صراع كده، عايز تغير الحاجة ومش قادر ومش عارف ايه والكلام ده. وعلى الصعيد الاخر تلاقي في حاجات تانية انت مش عارف تغيرها، ومش عارف هو طبع، ويقول لك التطبع، الطبع يغلب التطبع، ان هو انت لما تتطبع بحاجه مع الوقت هترجع لطبعك الاصلي، فتحس ان هو ده طبع فيك انت مش عارف تغيره. فتحس برضه ان انت مقريف قوي في صراع دايما ان انت مش عارف تغير الحاجه دي. فان هو فعلا انسان يترزق الشجاعه ان هو يقدر ان هو يتقبل على الاقل، او يقبل فكره الحاجه دي هو عيب عندي بس انا مش قادر اغيره، بس انا متقبله، وان ده عيب عندي، انا عندي قوة ان انا اقدر اغيره، فانا باخد ستيب فيه وببدأ اغيره. واخر حتة في الدعاء دي بصراحة اللي وقفتني جدا، اللي هو فكرة وارزقنا الحكمة في التفريق ما بينهما. ويا الله بجد، يعني ممكن فعلا ان الانسان يكون عنده عيوب هو مش عارف هو يقدر يغيرها ولا لا، هو مش عارف يفرق، يعني هو ما عندوش الحكمة او ما عندوش الحاجة الكفاية ان هو يقدر يفرق ما بين هو ده عيب انا اقدر اغيره، ولا ده عيب مستديم فيا مش قادر اغيره. ففعلا فعلا فكرة ان ربنا يرزقنا الحكمة في ان احنا نقدر نفرق ما بين العيوب اللي احنا نقدر نغيرها او العيوب ان احنا نغيرها، دي حاجة عظيمة جدا. فيعني اللهم ارزقنا القوة لتغيير ما نستطيع تغييره، وارزقنا الشجاعة فيما لا نستطيع تغييره، وارزقنا الحكمة للتفريق فيما بينهم. فبجد الدعاء ده انا حبيت اشاركه لكم لانه بجد يعني فارق معايا جدا يعني.